الدجالين باسم الرقية الشرعية. هذا واحد جاء عندي، ذهب عند واحد باسم الرقية الشرعية، أعطاه هذه السبحة اللي شراها بمبلغ ما أقدرش نقول لكم عليه، الله المستعان، وقال له هذه السبحة للجذب والمحبة وتأتيك بالرزق. كي هذه إخوتي تجيب الرزق، هو على ما دارهاش روحه ورزق روحه وحده، ياك الرزق بيد الله مو بيد حتى واحد. أقسم لكم بجليل الله، غير نهار اللي عطاني هذه السبحة غير معمرة بالجنة، غير كل حبة داير فيها خدام، كل حبة بخدام وكل حبة بخدام وحراس يخدمون هذه السبحة، لا تتحرك وحدها كي هزيتها في يدي. هذا شرك بالله وكفر بالله. تطلب من السبحة أنها تعطي قبول والرزق وما مش عارف، وكان جا الرزق بيد هذا الساحر كان يرزق هو نفسه ويدير 10 فيما هذه، ما بحالكش هذه بثمن باهر وزيد تشرك بالله وتكفر بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يغرنك مظهرهم بعباءة الراقي، ولكن هم الدجالين سبحان الله. والأمر واضح، أنا كي نقول لك ندير لك هذه أو نسألك على اسمك واسم أمك مباشرة قال شيخ أنت ساحر وليس راقي سبحان الله. دوك اللي يقول لي ما نعرفش، ما كاش منها، الناس كاع راهي تعرف، والناس كاع سبق وهدرنا، والناس كاع راهي تفرق بين الراقي والساحر. حذاري إخوتي، جميع يعطيكم هذو الأمور ويقول لك ندير لك سبحة للجذب وما على باليش ولا خاتم ولا ما هذو أمورهم واضح. لا إله إلا الله محمد رسول الله، مالكم؟ الله المستعان. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، والله لا إني إليكم ناصح آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مع تحية شيخ الراقي والمعالج الباحث أبو تقي الله.